تخيل كده، الساعة دلوقتي 12 بالظبط، وفجأة الزمن وقف. كل حاجة حواليك، الهوا، النور، الناس، حتى عقارب الساعة سكتت. لكن الغريب إنك أنت الوحيد اللي لسه بتتحرك. في أول ثانية هتحس إنك بقيت في فيلم خيال علمي، وإنك عندك قدرة غريبة محدش في الكون يملكها. بس بعد كده هتبدأ تلاحظ حاجة غريبة جدا. الهوا ثابت، يعني مفيش ريحة، مفيش صوت، مفيش نفس يدخل صدرك، لأن حتى جزيئات الهوا نفسها وقفت مكانها. تحاول تمشي، بس كل خطوة تبان تقيلة، كل ذرة حواليك متجمدة في مكانها. تلمس إزاز تحسه جامد أكتر من الطبيعي، كأنه جدار من الزمن نفسه. النور اللي كان طالع من الشمس وقف في نص الطريق، يعني كل حاجة قدامك دلوقتي هي صورة ثابتة مش واقع. ساعتها هتسأل نفسك، هو الزمن اللي بيحركنا ولا إحنا اللي بنمشي جواه؟ ولو الزمن اختفى فعلا، يعني كده الوجود نفسه بيختفي؟ اللي مش بنفكر فيه إن الزمن مش مجرد رقم على الساعة، ده النبض اللي بيخلي الكون عايش. من غيره حتى الضوء ما يوصلش، ولا الصوت يتنقل، ولا القلب يدق. يعني لما الزمن يقف، كل حاجة بتموت، بس في سكون. مفيش انفجار، مفيش صوت، مفيش ألم، بس صمت مطلق، كأنك في لقطة واحدة من فيلم اتعلقت للأبد. ولو رجع الزمن بعد الدقيقة دي، كل حاجة هتكمل كأن مفيش حاجة حصلت، بس انت هتفضل فاكر اللحظة اللي شفت فيها العالم من غير وقت، اللحظة اللي فهمت فيها إن الزمن مش عدونا، ده هو الحياة نفسها. بس عارف إيه أغرب حاجة؟ إننا طول عمرنا بنجري ورا وقت، بس عمرنا ما وقفنا نسأل نفسنا، هو الزمن ده أصلاً ملك مين؟ يمكن إحنا فاكرين إننا بنحسبه بالساعات والدقايق، لكن الحقيقة إن ربنا هو اللي خلقه. هو اللي قال يقلب الليل والنهار. هو اللي بيمشي الكون كله بنظام دقيق. لو لحظة واحدة منه اختلت، كل حاجة تنهار. الزمن بالنسبة لنا طريق، لكن عند ربنا هو أمر بكلمة كن. وإحنا ماشيين جواه بنعيش كل ثانية من رحمته وحكمته. فلو الدقيقة اللي الزمن وقف فيها علمتنا حاجة، فهي إن مفيش ثانية بتمشي من غير إذنه، ومفيش لحظة بتعدي إلا وربنا كاتبها بدقة. والمرة الجاية اللي تبص فيها على الساعة، افتكر إن كل نبضة منها مش مجرد وقت بيجري، دي حياة ربنا لسه كاتب لك تكملها. احمده عليها وعيشها بوعي، لأن الزمن مش ضدك، الزمن جزء من قدرة ربنا اللي بتحافظ على الكون كله قائم. علشان كده ما تحسبهاش بالثواني اللي راحت، لأ، احسبها بالحياة اللي لسه قدامك. ولو السؤال ده خلاك تفكر، تابعني علشان دايما بنجاوب على كل سؤال بيخطر في بالك.